كل اللي أنتِ بتقوليه ده وَهْم وما بيحصلش، معقولة 1000 جنيه في الشهر هنقدر إن إحنا نشرب وناكل بيها؟ أهلًا وسهلًا بيكم، والنهارده فيديو جديد، شرفتوني نورتوني وباحبكم جدًا، جدًا، وباعتذر منكم لو أنا باطوّل عليكم في تنزيل الفيديوهات، بس معلش يعني الدنيا مدربكة معايا شوية، إن شاء الله بإذن الله النهارده هنتكلم عن الميزانية ب1000 جنيه في الشهر. دودي الكلام اللي أنتِ بتقوليه ده ما بيحصلش، ما فيش حاجة اسمها ميزانية ب1000 جنيه في الشهر، أولًا إحنا ما نقدرش نعيش ب1000 جنيه في الشهر لإن الحاجة غِليت جدًا، جدًا. هارجع وأقول لِك يا ست الكل، أنا ممكن آكل ب3000، حضرتِك تاكلي ب5000، غيرنا ياكل ب1000، غيرنا ياكل ب10، كل واحد يا بنات ربنا بيدّي له رزقه على قد يعني الحاجة المقدّرة ليه. طيب هنعمل إيه في ال1000 جنيه أو هنقسّم ال1000 جنيه إزاي؟ أولًا عليكِ بالاستغفار والصدقة والحوقلة، ودايمًا نحمد ربنا يا بنات على أي فلوس داخلة لنا، الفلوس دي سواء قليلة أو كبيرة. بس أنا هاقول لِك على شوية أفكار وشوية حاجات لو عملتيها يعني لمّا الميزانية بتاعتِك تبقى ب1000 جنيه، فدي حاجة قليلة جدًا، 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 وربنا يعين كل واحد، بس أنا لازم وواجب عليَّ إن أنا أطلع أعمل طالما اتطلب مني. ناس كتيرة طلبت مني ميزانية ال1000 جنيه، حوالي أكتر من 10 إخوات طلبوا مني يا دودي اعملي لنا الميزانية ب1000 جنيه وشبيهة بالميزانية اليومية، يعني الميزانية اليومية برضه يا بنات ممكن على فكرة تقدري تحوشي منها، وممكن إن أنتِ تقدري تعملي منها يعني تنظيمات حلوة للأكل، إن شاء الله بإذن الله أبقى أعمل لكم ميزانية يومية لو أنتم حابين اكتبوا لي في الكومنتات، وإن شاء الله بإذن الله نعملها مع بعض. طبعًا نسيت أقول لِك لو أنتِ أول مرة تشوفيني يسعدني ويشرفني وجودِك معايا، ولو أنتِ من عيلتي الجميلة أهلًا وسهلًا بيكِ. ما تنسوش يا بنات تحطّوا لي لايك فضلًا وليس أمرًا، كمان ما تنسوش تكتبوا لي كومنت حلو وتشيّروا الفيديوهات مع أصحابكم عشان القناة إن شاء الله تكبر بيكم. عندِك حلّين للميزانية أم 1000 جنيه، أول حل منهم هو إنِّك تقسّمي الميزانية بتاعتِك على 4 أسابيع، يعني كل أسبوع منهم هيبقى عامل 250 جنيه، وفي الحدود ال250 جنيه دول تبتدي تمشّي الأسبوع بتاعِك. وتاني حل منهم إن أنتِ تمشّي الميزانية بتاعِك بالشهر. طيب أنا بالنسبة لي إيه أفضل حل؟ إن أنا أمشّي الميزانية بتاعتي بالشهر، بس بالنسبة لميزانيتِك أنتِ بما إن هي قليلة، فإنِّك تمشّي الميزانية بتاعتِك بالأسبوع هيكون بالنسبة لِك برضه حلو جدًا. طيب عندِك الحلّين وأنتِ اختاري منهم اللي ينفعِك، وأنا برضه هاقول لِك الحلّين هيبقى هنمشّيهم إزاي وهنعمل فيهم إيه، وأنتِ برضه ليكِ مطلق الحرية. أهم حاجة يا بنات لازم ورقة وقلم، يعني زي ما أنتم شايفين كده أنا ماشية بالورقة والقلم، أي حاجة في حياتي باعملها باكتبها بالورقة والقلم. إن شاء الله برضه هاكلمكم عن فيديوهات العناية الذاتية، وعن إزاي نطوّر من نفسنا، وإزاي نتعلم تربية أولادنا، وإزاي نغيّر من عاداتنا وسلوكياتنا. إن شاء الله الفترة الجاية هتلاقوا حاجات حلوة كتير جدًا، جدًا، بس بالله عليكم تدعوا لي دعوة حلوة من قلبكم. قولي لي يا دودي أعمل إيه بال1000 جنيه؟ طبعًا يا بنات زي ما قُلت لكم بالورقة والقلم. أنتِ مثلًا عارفة أنتِ بتستهلكي قد إيه رز في الأسبوع، أنتِ بتستهلكي قد إيه سكر، بتستهلكي قد إيه مكرونة، بتستهلكي قد إيه لحمة، بتستهلكي قد إيه خضار، كل واحد عارف هو بيستهلك قد إيه. طب أنا وليكن مثلًا باستهلك 2 كيلو من الرز، حضرتِك لو عدد أفراد أسرتِك قليل تقدري إنِّك تستهلكي كيلو واحد بس من الرز أو كيلو ونُص من الرز، كل واحد على حسب عدد أفراد أسرته. بالنسبة للميزانيات أم 1000 جنيه، أنا التعليقات كلها جات لي يا بنات في حدود ال4 أفراد. في اللي منهم اللي عندهم بيبيهات، وفي منهم اللي ولادهم كبار، بس هم كانوا 4 أفراد. طبعًا لو أنتم عدد أفرادكم أكتر من كده وهي دي الميزانية بتاعتكم، فربنا فعلًا يعينكم، لإن صعب أوي، أوي، أوي يا بنات. يعني أنا النهارده الجمعة كيلو الوراك ب90 جنيه، مش عايزة أقول لكم إن أنا اتصدمت قد إيه الصبح لمّا أروح أجيب كيلو وراك ب90 جنيه، أمّال لمّا أجيب رز وأجيب مثلًا خضار وأجيب، 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 أبُص ألاقي نفسي صرفت ال200 جنيه في يوم. حضرتِك مطالب منِّك أنتِ تصرفي ال250 جنيه في أسبوع مش في يوم. الميزانية بتاعتنا إزاي؟ تعالوا يا بنات أقول لكم أنا عن نفسي عملت إيه، وأنتم برضه شوفوا اللي يناسبكم منه واعملوه. أول حاجة إحنا هنجيب 2 كيلو من الرز، وهنجيب كيلو من المكرونة عاملين 70 جنيه، لو قُلنا إن الرز الكيلو منه ب25 جنيه ده لو هو الأكياس، في يا بنات السايب تقدروا تجيبوه الكيلو ب20 والكيلو ب19 وب22 جنيه، هيوفّر معاكم، وكل جنيه على فكرة هتوفّريه بالذات في الميزانيات الصغيرة دي هيفرق كتير جدًا معاكِ. بس أنا عملت لِك 50 جنيه للرز، عملت لِك 20 جنيه للمكرونة، يعني 70 جنيه. 70 جنيه وطلّعت لِك منهم 70 جنيه لحوم، 70 جنيه لحوم هنجيب بيهم إيه يا دودي؟ في حاجات كتير أوي يا بنات. والله العظيم أنا عارفة إن العملية ضيّقة أوي، 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 بس إحنا هنعتمد على إن إحنا هناكل بروتينات من الحاجات النباتية مش الحيوانية. الحيوانية إحنا هنخلّيها مرّة واحدة في الأسبوع، مرّة واحدة في الأسبوع يا دودي طالما هي دي الميزانية بتاعتِك فمعلش امشي على كده وربنا يعينِك. أول حاجة أنا قُلت إن أنتِ ممكن تجيبي بال70 جنيه دول لحمة مفرومة وتبتدي إن أنتِ تقسّميهم على أكلتين، أكلة منهم نخلّيها خضار، أكلة نحط عليها شوية بقسماط كده وحبّة بصل ومش عارفة إيه ونعمل منها بوفتيك كدّاب.
أو مثلًا إن إحنا نحط عليها عيش مبلول ونعمل منها كفتة، أو مثلًا إن إحنا نبتدي إن إحنا نعملها عصاج ونعمل منها صينية مكرونة بشاميل مثلًا وصينية مسقعة، أو إن إحنا مثلًا ممكن نجيب خضار كوسة وبطاطس وبتنجان ونحطهم في طاجن كده ونبتدي إن إحنا نعمل زي تورلي، ولكن هيبقى تورلي باللحمة المفرومة. للحمة المفرومة أفكار كتير جدًا، جدًا. ب70 جنيه لحمة مفرومة يعني هنقول حوالي 300 جرام من اللحمة المفرومة. أنا عارفة إن كلامي ممكن يكون صعب على بعض الناس، بس أنا باعمل يا بنات لأصحاب الميزانيات الصغيرة وهُم هيفهموا الكلام بتاعي. 70 جنيه ممكن نجيب منهم بانيه، 70 جنيه نجيب منهم بانيه ونبتدي إن إحنا نقسّمه على أكلتين، أي نوع بروتين إحنا هنجيبه نقدر نقسّمه على أكلتين ونقدر نخلّيه على أكلة واحدة، أنا بادّيكم الأفكار وأنتم خدوا منها اللي يناسبكم. لو جبنا لحمة مفرومة ب70 جنيه، لو جبنا بانيه ب70 جنيه هنعمل منه أكلتين، لو جبنا أوراك ب70 جنيه هيبقى حوالي كيلو إلا شوية كده، تقدري إنِّك تاخدي هتجيبي مثلًا وركين كده محترمين تقسّميهم هيبقوا 4 قطع، وزي ما قُلت لكم إحنا بنتكلم عن الميزانية ل4 أفراد. هيبقوا 4 قطع تعمليهم صينية بطاطس، بس أنا من رأيي إنِّك تعمليهم شوربة، وتاخدي منهم الشوربة تشيليها في الفريزر، وتبتدي إن أنتِ تعملي على الشوربة اللي موجودة معاكِ شوية بامية، شوية ملوخية، شوية بطاطس، شوية بسلة لو أنتِ مفرّزاها، أي نوع من أنواع الخضار اللي موجودة عندِك، يبقى إحنا كده أكلنا بروتين في يوم، وعملنا على الشوربة بتاعة البروتين أكلة تانية في يوم، يبقى كده يومين. ودايمًا اليوم اللي بيكون عندِك فيه لحوم حاولي تزوّدي الكمية بتاعتِك، بحيث إن أنتِ تيجي تاني يوم يكون عندِك الأكل، يبقى أنتِ كده عندِك أكل يومين مع أكل اليوم التالت اللي هو الشوربة اللي أنتِ كنتِ شايلاها في الفريزر. ونقدر بال70 جنيه على فكرة يا بنات نجيب ربع كيلو من اللحمة العادية، اللحمة القطع، نجيب منها ربع كيلو ونبتدي برضه إن إحنا نعملها عليها شوربة برضه ونشيلها. وتقدروا على فكرة إنكم أنتم تجيبوا المواسير، المواسير يا بنات يعني الواحدة ب20 جنيه أو ب25 جنيه ولا حتى ب30 جنيه يا ستي، المواسير حلوة أوي، أوي، وبترمي كمية شوربة ممتازة جدًا، جدًا. تقدروا إن أنتم تجيبوها وهتبقوا خدتوا فايدة البروتين على فكرة، لإن العضم بيبقى فيه نسبة بروتين عالية جدًا، جدًا، وهتبقى عندِك برضه أكل طعمه حلو أنتِ عاملاه بعضم، مش هاقول لِك يعني إن أنتِ عاملاه بلحمة، معلش الكلام تقيل، بس إن شاء الله بإذن الله اللي عايزة تنفّذ وعايزة تعمل وعايزة تمشّي بيتها يا بنات مستور، هتعمل أي حاجة، والله العظيم هتعملي أي حاجة. ادعي بس ربنا، النهارده يوم الجمعة قولوا يا رب كده ارزقنا ووسّع علينا، وإن شاء الله بإذن الله ربنا يرزقكم ويوسّع عليكم. في حاجة تانية إن أنتِ ممكن بال70 جنيه دول تجيبي سمك، سمك بس للأسبوع، هتقولي لي يا دودي ما فيش سمك ب70 جنيه، لأ في، كيلو البلطي ب70 وب75 وب100 وب120، وفي إنِّك تجيبي مثلًا سمك شخورة الكيلو منه ب80 جنيه، هتجيبي مثلًا يعني 4 أو 5 وحدات هيبقوا عاملين 70 جنيه اللي هو الصغير، لو الكبير هيبقوا ال3 وحدات عاملين مثلًا 70 جنيه. وأنا باجيبه يا بنات، يعني أنا مش باقول لكم الكلام ده وأنا ما باعملوش، لأ أنا باجيبه ومعظم المشتريات أنتم بتشوفوها معايا، بس أنا الميزانية بتاعتي مثلًا أنا عاملة 100 جنيه للخضار في الأسبوع، إحنا بنحكي دلوقتي في ميزانية ضيّقة جدًا، جدًا، فعشان كده أنا باقول لِك كل واحد بيمشي على قدّه. وكمان في عندِك حل تاني هو إنِّك تجيبي بيض، وتجيبي مثلًا ب30 جنيه من اللحمة المفرومة، يعني لو جبنا ب40 جنيه من البيض، دلوقتي يا بنات كرتونة البيض ب110، لو قُلنا إن النُص اللي هم ال15 بيضة هيبقوا عاملين 55 جنيه، أنتِ هتجيبي حوالي 12 بيضة أو حاجة، هتجيبي 12 بيضة ب40 جنيه، هتجيبي كمان ب30 جنيه من اللحمة المفرومة وتعملي يا إما السجق البيتي، يا إما تعملي البسطرمة البيتي، نعمل منها بيتزا، نعمل منها صينية بطاطس بالسجق، نعمل منها طاجن فول بالبيض بالبسطرمة. ممكن نعمل كمان طاجن عِجّة، تعملوا حاجات كتيرة جدًا برضه من الأكلات الموفّرة جدًا، جدًا. فأنا ادّيتِك بال70 جنيه في الأسبوع نقدر نعمل بيهم كذا حاجة، وطبعًا لو أنتِ من أصحاب الميزانية اليومية تقدري تاخدي فكرة ال70 جنيه دي في اليوم وبرضه تمشّيها على الميزانية بتاعتِك، بس أنا باقول دلوقتي للناس أصحاب الميزانيات الصغيّرة. طيب قُلنا 70 جنيه مكرونة ورُز، وقُلنا 70 جنيه اللحوم، يبقى الموضوع كده ب140 جنيه. إيه فاضل يا دودي تاني؟ إحنا هنقول ال140 جنيه بتفضّل 110. ال110 دول لو عندِك زيت أنتِ جايباه من التموين حلو أوي، أوي، لو ما عندكيش زيت هتضطري تجيبي إزازة زيت ب43 جنيه اللي هي 700 مِللي، بس أنا إن شاء الله أأمل إن أنتم يكون عندكم تموين، فأنا هاتصرّف في ال110 على أساس إن أنتِ عندِك تموين. ال110 دول عندِك تموين يعني عندِك زيت، يعني عندِك سُكّر. أسبوعين هيبقى عندِك سُكّر وزيت، أسبوعين التانيين نتصرّف فيهم ونحاول نمشّي نفسنا ونجيب مثلًا كيلو سُكّر يقضّينا الأسبوعين، نجيب إزازة زيت تكفّينا الأسبوعين ونحاول على قد ما نقدر. 110 دول هنطلّع منهم 50 جنيه للخضار،
ال50 جنيه للخضار دي هتبتدي تجيبي منها بطاطس، وهاتوا يا بنات الخضار الفرز التاني، أكتر من مرة قُلت لكم خضار الفرز التاني ممتاز جدًا، جدًا، وما فيهوش أي حاجة، أنتِ بتنقي على عجب عينِك، أنتِ اللي شايفة الحاجة قدامِك تصلح أو ما تصلحش. دلوقتي الطماطم غليت، الطماطم الكيلو ب10 جنيه، طبعًا ربنا يعيننا، إحنا كنا عاملين طوارئ وكنا عاملين صلصة وشايلينها، بما إن مثلًا ممكن يكون حد مش عامل صلصة، تقدري برضه إنِّك تجيبي اللي هي الكيلو ونُص ب10 اللي هي هتلاقيها بتاعة الصلصة، تجيبي لِك كيلو ونُص ب10 وتعمليهم صلصة كده وتخلّيهم لطول الأسبوع، وتجيبي لِك مثلًا نُص كيلو ب5 للي هو السلطة، لإن برضه السلطة إحنا هنحاول نقلل في كمية الطماطم. طبعًا يا بنات نقدر إن إحنا نجيب الخيار اللي هو الكيلو ونُص ب10، نقدر إن إحنا نجيب المهم إن أنتِ تعملي تباديل وتوفيق، أنا قُلت لِك إن إحنا هنجيب ب10 جنيه من الطماطم أو ب15 جنيه على حسب، هنجيب ب15 جنيه من البطاطس، وأنا دايمًا عن نفسي باجيب البطاطس اللي هي الكيلو ونُص ب10 دلوقتي، اللي هي الصغيرة، وباعمل منها وصفات، وكنت عاملة معاكم فيديو على القناة التانية اللي هي حياة دودي البسيطة، اللي هي قناة أصلية يا بنات، روحوا شوفوه، كنا عاملين البطاطس الصغيرة دي عملنا منها وصفتين للفطار ممتازين جدًا وشيلناهم في الفريزر، فأنتم تقدروا إنكم أنتم تعملوا كده. هتجيبي مثلًا ب15 طماطم و15 بطاطس أي 30 جنيه، هيتبقى معاكِ 20 جنيه، هاتي ب5 خيار، ب5 فلفل، ب5 بتنجان، ب5 بتنجان هيديكِ كيلو إلا ربع من البتنجان، ممكن تجيبي مثلًا ب5 ليمون هيقعد معاكِ يعني ربع كيلو، يقعد معاكِ أسبوعين، الليمون إحنا بنعصر منه يا بنات عصرة كده مثلًا، مش شرط طبعًا نعمل عصاير والكلام ده لإن الدنيا ما بقتش مستحملة. المهم إن أنا عايزاكِ ب50 جنيه تجيبي خضار وتجيبي فاكهة، هاتي أي فاكهة فرز تاني، هتجيبي العنب المفرّط ب10 جنيه، هتجيبي المانجا ب15 جنيه اللي هي المانجا العصير، تقدري إنِّك تنقّي منها كده واحدتين 3 حلوين، يطلعوا معاكم كيلو، تبتدوا إن أنتم تقطّعوهم في البيت مثلًا وتعملوا عصير حلو أوي، أو إن أنتم مثلًا كل واحد ياخد جِزلة كده وتشيلي حتّة مثلًا لو معطوبة أو حاجة، وبرضه إن شاء الله الدنيا هتمشي معاكِ، يبقى إحنا كده قُلنا 50 جنيه للخضار والفاكهة، فاضل إيه تاني يا دودي؟ فاضل 60 جنيه. ال60 جنيه اللي فاضلة دي هنخلّيها للفطار والعشا. طب أنا في الفطار والعشا هاجيب إيه؟ أولًا هنجيب باكو شاي ب10 جنيه لإن إحنا ما جبناش شاي، ثانيًا هنجيب ال50 جنيه دي مثلًا 2 كيلو من اللبن، هيبقوا عاملين حوالي 35 جنيه هنقول لبن بقري، هيبقوا عاملين 35 جنيه، هيتفضل 15 جنيه تجيبي بيهم مثلًا جبنة قريش، أو نشيل بند اللبن خالص ونبتدي إن إحنا نجيب جبنة ونجيب فول مدشوش ونجيب فول تدميس ونبتدي إن إحنا نعملهم، برضه هينفعوا جدًا، جدًا للفطار. أو تجيبي كيلو واحد من اللبن وتقسّميه، المهم يا بنات إن أنتم تحاولوا على قد ما تقدروا الأسبوع بتاعكم يبقى بال60 جنيه بس للفطار، وب50 جنيه للخضار، وب70 جنيه للحوم، وب70 جنيه للمشتريات اللي هي بتاعة الخزين الأساسي. أسبوع نجيب مكرونة، وأسبوع نجيب عدس، أسبوع نجيب رز مثلًا، أسبوع نقلل في كمية الرز ونبتدي نتجه لكمية العيش أكتر، هنحاول على قد ما نقدر نعمل توازن، ده لو الميزانية بإيه، بالأسبوع. في حاجة مهمة جدًا، جدًا عايزة أقولها لِك، حاولي تخلّي دايمًا في المشتريات الأسبوع بتاعِك كيلو من الدقيق ب17 جنيه، وهتجيبي عليه كيس من الخميرة ب3 جنيه، هيبقوا ب20 جنيه، تحاولي على قد ما تقدري تخلّي ال20 جنيه دي أسبوعيًا كده تطلّعيها، تجيبي كيس خميرة وتجيبي كيلو من الدقيق، والله العظيم يا بنات كيلو الدقيق هيعمل لِك معجنات حرفيًا تقعّدِك أسبوع كامل تاكلوا فيها، أنتم شُفتوا أنا من نُص كيلو دقيق عملت كمية معجنات اللهم بارك برضه في الفيديو بتاع تجهيزات الفطار، روحوا شوفوه على القناة التانية. فأنتم حاولوا على قد ما تقدروا إنكم أنتم تعملوا كده، اعملوا معجنات، المعجنات هتفرق جدًا، جدًا معاكِ، ما تقوليش أنا ما باعرفش أعملها، لأ حاولي مرة و2 و10، كل مرة هنحاول فيها، المرة اللي هنفشل فيها المرة اللي بعدها هننجح، لكن ما تقعديش كده مستنية يعني بُصّوا يا بنات هي دي الفلوس اللي في إيدِك أهي، أنا عايزة أوصّل لكم حاجة والله العظيم بجد، هي دي المبلغ اللي في إيديكِ. عرفتِ تتصرّفي بيه ومشّيتِ بيتِك بيه، هتمشّي بيتِك، ما عرفتيش هتستلفي وتتدايني وتلاقي نفسِك محتاجة آخر الشهر فلوس أكتر من الفلوس الأساسية اللي أنتِ بتاخديها علشان تسدّي اللي أنتِ اشتريتيه أو تسدّي الناس اللي أنتِ داينتِ منهم. فأنا عشان كده بادّيكم الأفكار، خدوا منها الفكرة اللي تناسبكم، ما تمشوش عليها بحذافيرها، بس خدوا الفكرة اللي تناسبكم اللي تخلّيكم تعدّوا الشهر بتاعكم وأنتم مستورين. أنا لو هاقسّم بالشهر هاعمل 300 جنيه للحوم، هنعمل 250 جنيه للخزين الأساسي، هنعمل كمان 200 جنيه للخضار والفاكهة اللي هو 50 جنيه في الأسبوع، هنعمل كمان 250 جنيه للفطار والعشا. بالنسبة ل300 جنيه بتوع اللحوم، تقدري إنِّك أنتِ تجيبي اللحوم أول الشهر، يعني مثلًا يا بنات لو جبنا كيلو إلا ربع من اللحمة المفرومة هنقول ب150 جنيه، طبعًا أنا باتكلم على اللحمة المفرومة المستوردة، وهنجيب مثلًا كيلو من البانيه أو كيلو إلا حاجة بسيطة كده من البانيه ب150 ونبتدي إن إحنا نعملهم الكيلو إلا ربع ده نعمله 4 أكلات، يعني هيبقى ربع كيلو إلا حاجة بسيطة في الأكلة، والكيلو بتاع البانيه نعمله برضه حوالي 5 أكلات، يبقى إحنا كده عندنا 9 أيام في الشهر فيهم لحوم.
بصوا والله العظيم الموضوع صعب قوي 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 قوي، وربنا يعين الجميع. تقدري كمان انك تجيبي فرختين. الفراخ دلوقتي يا بنات يعني الفرخه معقوله كده تبقى ب 150 جنيه. تجيبي فرختين وتبتدي انك تقسمي كل فرخه منهم على الصدور لوحدها، الهياكل لوحدها، الاوراق اللي هي الدبابيس اللي تحت لوحدها، الافخاد اللي فوق لوحدها. وكتير جالي اسئله يا دودي هل ان احنا نقسم الفراخ احسن ولا نشتريها متقسمه؟ طبعا لما تقسميها في البيت هيكون اوفر وهيكون افضل، وهتطلعي منها الحاجه اللي انت عايزاها. وبما ان عدد افراد الاسره قليل يعني 4 افراد، تقدري انك انت تقسمي الفرخه، وان شاء الله باذن الله موضوع تقسيم الفراخ ده يفرق معاكم. طيب هنيجي على ال 250 جنيه الخزين الاساسي. هتبقى ان انت تقسميهم على حسب احتياجاتك، كل واحد يشوف احتياجاته ايه. شوفي ايه اللي بتاخديه من التموين مثلا، وايه اللي ما بتاخديهوش وما بيكونش عندك ومحتاجه ان انت تجيبيه، وهتبتدي ان انت تجيبيه. في ناس يا بنات بتجيب الرز بالسنه، فبالنسبه لتقسيمات الشهور معاها الرز كده كده بيبقى موجود عندها. وفي ناس لا، بتبقى محتاجه ان هي تجيب رز في كل مره. فطبعا ربنا يا رب يعينكم. طبعا دوروا على الاكلات كمان اللي هي الاقتصاديه يا بنات. دوروا على ان كنتوا تعملوا صواني طواجن تكون بالخضار بس من غير لحوم. دوروا كمان على انكم انتوا نرجع لقواعدنا القديمه كده، ونعمل حله بصاره، نعمل حله عدس، نعمل رز اللي هو الكشري بعدس، نعمل كمان الكشري العادي، نعمل مسقعه، نعمل عجه، نعمل طاجن فول بالبيض. نعمل الاكلات الاقتصاديه اللي هي في نفس الوقت طعمها حلو وبتبقى موفره يا بنات، يعني ارخص من اللحوم شويه. هنحاول بقدر الامكان ان احنا نقلل كميه اللحوم او نستغنى عنها طالما هي غليت. وربنا الحمد لله يعني مدينا بدايل كتيره جدا 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 للبروتين. موجوده في البروتين النباتي، ممتازه جدا في الفاصوليا، في اللوبيا، في العدس، في الفول، في اي حاجه من الحاجات دي. ان شاء الله باذن الله ربنا يعينكم، ان شاء الله باذن الله ربنا يوسع عليكم. حبيت كده ان انا اديكم تقسيمه بسيطه. بالنسبه للفطار والعشاء يا بنات، لو قسمنا ال 250 جنيه على الاسابيع، هيبقى اول اسبوعين ب 65 جنيه، وتاني اسبوعين هيبقوا عاملين 60 جنيه. 65 جنيه دول تقدري تجيبي لك مثلا كيلو ونص من اللبن، وتقدري انك انت تجيبي لك ب 20 30 جنيه جبنه، ومثلا ب 10 جنيه بيض. يعني على حسب كل واحد، على حسب الحاجه اللي بيحبها. ونبتدي ان احنا نقسم كده الدنيا. الخضار ب50 جنيه والله حلوين قوي قوي. ان شاء الله باذن الله الاسبوع ده انا عايزه اعمل لكم مشتريات خضار عملي ب50 جنيه. فهحاول ان شاء الله باذن الله في القناه التانيه، هتلاقوا الفيديو ينزل بكره او بعده، هنزل السوق واجيب لكم مشتريات عملي ب50 جنيه في الاسبوع، وهنقسمها وهوريكم ازاي تكمل معانا ان شاء الله باذن الله. نساعد حبايبنا كده يقدروا ان هم يمشوا الاسبوع بتاعهم. الميزانيه دي انا ان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي هعملها لكم. اتمنى يكون الفيديو عجبكم حبايب قلبي، وتكونوا استفدتوا مني حتى لو معلومه بسيطه. بشكركم جدا على وجودكم في حياتي، وبشكركم جدا على كلامكم الجميل. ولو شايفين ان اللي انا بقوله النهارده صعب شويه فاعذروني، والله انا بحاول اساعد حبايبي. انا عارفه ان الحاجه غليت، وعارفه ان ربنا يعين الجميع وكل واحد على حاله ان شاء الله. حاولي تجتهدي، حاولي تطوري من نفسك، حاولي تدوري على اي مصدر دخل ليكي تاني. ان شاء الله باذن الله ربنا يوسع عليكم جميعا. جمعه مباركه عليكم، وبحبكم جدا. اسيبكم في رعايه الله وحفظه. لايكات كتير بقى. مع السلامه.